ربنا سبحانه وتعالى بيعوض وادي الناس مقدراك وقدرت انك انت تصل الى المنتخب الاولمبي السوري. الحمد لله. كلمنا عن الكرة في سوريا وكلمنا عن المنتخب الاولمبي وكلمنا عن انت حققت ايه معاه. والله بص يا كابتن مجدي، الظروف صعبة طبعا في سوريا. حوالي 16 سنة من الأحداث اللي طبعا موجودة. البنية التحتية اتأثرت حتى في آخر حاجة بالزلازل اللي حصلت دي. الولاد من سن الناشئين والشباب والكلام ده الأندية اتأثرت جامد، فما بقتش تصرف على قطاعات الناشئين بشكل كويس. فالاتحاد بدأ يعمل مشروع تطوير للكرة السورية، وبدأ يعمل منتخبات من أول سن 14 سنة، وهينزل كمان لحد سن 12 سنة يعمل منتخبات، والمنتخبات دي تبقى منتخبات مناطق زي المحافظات عندنا زي ما كنا بنعملها هنا زمان بالظبط. وكل محافظة تعمل منتخبين ويبداوا يلعبوا ضد بعض ويصفوهم. وانت في الاخر هتختار زي بالظبط الفكر اللي كان موجود بس زمان. هم بقى عندهم انت في الاخر هتختار نخبه منهم، هيحولوا المدارس بتاعتهم وهيحولوا الاقامات بتاعتهم كلها لدمشق، وهيصرفوا بقى على الولاد دول حوالي 30 لعيب علشان هم بعد كده يبقوا عماد الكره السوريه، سواء بقى للشباب او الاولمبي، علشان يطعموا بيهم كمان المنتخب الاول. مين رئيس الاتحاد السوري؟ الاستاذ صلاح رمضان، ده رئيس الاتحاد السوري، كان لاعب مش ده اسم كويس. مصري خالص صلاح. لا ده هم احنا زينا احنا زينا زيهم كتير يعني. والنائب الاستاذ عبد الرحمن الخطيب، ده عضو كمان مجلس الشعب، عضو برلمان. عندهم الخطيب برضه. ده و يعني الاتحاد عامل شغل كويس في القصه دي، ودي فكره الكابتن جوهري اللي عملها في الاردن. مظبوط. ونجح بيها، وهم كانوا عملوا القصه دي زمان، ودلوقتي داخلين تاني في موضوع المنتخبات دي. والحمد لله يعني انا مشارك فيها، عملنا فيها محاضرات والمدربين قلنا لهم يعني المرحله دي احنا طالبين فيها ايه وازاي يتم الانتقاء. حققت ايه مع المنتخب الاولمبي؟ والله هو كانت القصه اصلا كلها الاول يا كابتن مجدي، انا كنت مساعد، انا رايح لمساعد مستر مارك فوتا في المنتخب الاولمبي، وانا همسك منتخب الشباب او الناشئين اللي هو كان لسه. فمستر مارك فوتا كان في بطوله اسمها بطوله غرب اسيا، كانت معموله في العراق، ويعني النتائج ما كانتش كويسه، وخرج من الدور الاولاني. انا راجع مصر عادي، يعني ما كانش في حاجه في دماغي، وارجع سوريا تاني اشوف انا بقى شغلي في المنتخب اللي انا همسكه. الاتحاد كلموني وطلبوا مني ان انا يعني امسك في البطوله دي. والله انا يعني رفضت الاول. خفت. لا انا ما اخافش الحمد لله، بس ما فيش وقت، وهم ناس محتاجين فرحه، وانا يعني كنت مجهول بالنسبه لهم، فحابب ان انا اعمل لهم حاجه كويسه. انت لما هتخش في تحدي زي ده، ولا وانا فشلت، فهيقولوا ده مدرب مش كويس، وانا حابب ان انا اعمل لهم حاجه كويسه. قعدت مع رئيس الاتحاد، انا طلبت منه، قلت له يعني اعفيني بعديها من اي حاجه في المنتخب الاولمبي. قال لي طب لو جبت نتيجه، قلت له لو جبت لك الكاس لحد عندك برضه اعفيني، لان مفيش وقت. انا حابب ان انا اعمل لك حاجه كويسه، ولو مسكت منتخب هحب ان انت تتفرج عليه وهتقول الله يمسيه بالخير، تامر ده عمل لنا منتخب كويس، بس اديني وقت. الحمد لله ربنا كرمنا، لعبنا كرة كويسه قوي يا كابتن مجدي الحمد لله. يعني الاهداف حتى اللي احنا جبناها كلها لعبنا فيها الكرة كلها كانت موجوده على الارض يعني. الحمد لله. الناس بشهاده ملعوبه يعني تكتيكيا فيها الحمد لله. انا من اول ما دخلت، انا والكادر اللي موجود معايا، الجهاز اللي موجود معايا، قلنا نلعب كرة على الارض، والاداء هو بالنسبه لنا. جت النتيجه مع الاداء يبقى ربنا كرمنا، ما جاتش النتيجه يبقى عملنا اداء كويس، لان هم متعطشين للعب حلو بالامانه. فاحنا امكانيات اللعيبه ساعدتك. في لعيبه كويسه، بس هم كانوا محتاجين ان انت تديهم حاجه مختلفه، يسمعوا لغه مختلفه، والحمد لله قدرنا خطوه بخطوه. بدات البطوله باداء مش كويس قوي، بدانا بقى نعلى مع البطوله. بطوله ايه دوره الالعاب العربيه كانت في الجزائر. ودي كانت بتوصل لايه؟ لا هي دي دوره الالعاب عامله زي البطوله اولمبيه، ودي الاهداف بتاعتنا. دي الاهداف بتاعتنا، دي اخر مباراه. ده الجون بتاعنا احنا مارديك، ده الاحمر سوريا. اللي شط. انا قلت ما فيش اسمر في سوريا. يعني كان ده اخر ماتش، ده النهائي، وفي طبعا جاليه موجوده.
ده الجون بتاعنا احنا، جون الجون حلو. التعادل. جون حلو. الجون ده من اوله كابتن مجدي لعب حلو. ده تدريب. كان واغلبيه الاهداف اللي احنا جبناها، احنا جبنا 8 تجوان راس الحربه ده جاب كام جون؟ مرديك جاب 4 تجوان في البطوله. جاب 4 تجوان. وكل الناس بصراحه اشادت بالاداء بتاعنا في البطوله دي. الحمد لله على الفضيه، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. عندكم حاجه ما وصلتوش باريس ولا حاجه؟ لا لسه بقى التصفيات اللي هي في شهر 9. دي كاس اسيا والمؤهله لاولمبياد باريس ان شاء الله. وانت هتتلعب فين ومين اللي مشترك فيها؟ المجموعه بتاعتنا احنا اللي مشتركه فيها سوريا هتتلعب في الاردن. اوكي. احنا معانا عمان والاردن وبروناي، واحنا سوريا. عمان فرقه تقيله، فرقه كويسه طبعا، منتخب كويس. والاردن فرقه كويس طبعا، واخده امكانيات كويسه. واحنا يعني ان شاء الله بادئين كويس. انا مسافر بعد بكره، هنعمل معسكر نبتدي في سوريا، وبعد كده طالعين ان شاء الله السعوديه، نعمل مباراتين ودين مع المنتخب السعودي الاولمبي، وبعد كده نرجع برضه في سوريا كده نقعد شويه، بعد كده ان شاء الله في معسكر تاني، ونطلع بعديه على الاردن. المعسكر التاني يبقى فين؟ في الامارات ان شاء الله، احتمال في الامارات. ليه ما تفكرش تيجي مصر؟ والله يا ريس يا ريت. صحيح يعني. والله اقترح عليهم الموضوع ده، وان شاء الله خير.